إلى متى يا أبقى مكانك حي؟ أنا في قلبي يعيد، والعقل حق أوقعتني في شباكك، حل عني الشباك. أطني على مشته، أشوفك حبيبي باللباس البهي، في وقت صافي زهي، وفي مساك أوقعتني في شباكك، حل عني الشباك. لا تحسب إني، لكنني صرت مما تتهمني بريء، ما حد سمع أو تين هواك، أوقعتني في شباكك، حل عني الشباك. هذا وداع إنه يحبك، ومن حبك معه ما معي، يا هل تابك كما دا ودا. إلى موضوع اللحن والموروث، موروث الأنغام من بعد قليل، حبيت أحكي عن الكلمات. طبعا أنت عندك خطين واللحن، والغريب أنه كلاهما بدأت بهم في نفس الوقت تقريبا. أعرف أنه جدك حسين حامد، أخوك حامد من هذا البيئة، ولكن الشعر إلى جانب الإرث وإلى جانب التأثر بالمحيط. أيوة. لا. فهل تعلمت شيء في مكان؟ هل تخصصت في قطب السليقة؟ هو بالسليقة أنا تعلمت علم يعني بدائي في أيامنا هذاك، يعني الابتدائي، وشوية ما في كان عاد ثانوي في الأردن. لما برضو درست كانت البيت مليان كتب ومليان يعني بيئة مع درست وقرأت في الدواوين الميرو من الموجود كان في المكتبة حق البيت حق الأهل. وأنا جدي كان شاعر تقريبا يكاد يكون سياسي أكثر إنه غزلي، الغزل قليل في شعره. وبرضه الأخ حامد كان بهذه الطريقة. التراث قديم قديم كثير، قديم كان التراث اليمني له يعني ميزته إنه قديم، بس اللهم ما لحق من يوصله. نعم. وهو تمزج حضارات في النهاية. فعلا هو تمزج حضارات كلها، من الألحان الإندونيسية الموشحات هذا الدينية اللي هي موجودة عندي. حتى أنا يعتبروه مني أنا يعني شذوذ، يعني خروج عن لأن خرجت إلى ناحية البادية والتغزل في المرأة وهكذا. حتى لما أجيب الكلام نقول لهم لا تنسبونه إلي، أنتم من قال هذا الكلام؟ لأنه في أكثر الناس في الوقت هذاك عاد شوية ما هم ما والله تغزل بالحريم وما تبغاهم يزعلوا. هذا لا ما تزعل، لأنه تشوف البلدان الثانية زيهم هم شوية بعد حتى أيام بعث من واحد عنده شاعر جديد برضه، هكذا كان من الناس يتغزلوا من غزلياته وكان يخفيها، لأنه في تعصب كان كثير في حكم هذه الأمور. فعندهم موشحات دينية كثير يصير عندهم ما تخرجها عن الموشحات الأندلسية، ولكنها بالنسبة أنها فيها يعني في صفات الرسول كانت مدح وهكذا نسميها مواخذ وأناشيد هكذا. أغنية موجودة ولها تقييمها ولها أبعادها من قدم، لكن الأغنية اليمنية وبعدت عنا كل البلد. في نفس الفترة اللي أنت بدأت تقدم فيه شيء متميز، نعم. في عدن كانت هناك مجموعة من الشباب اليمنيين على رأسهم محمد عبده غانم يحاولوا يعطيوا مدرسة جديدة للأغنية اليمنية من التأثير المصري والهندي. فتحكي لنا عن شوي. محمد عبده غانم هو في عدن، وكانت تعتبر منطقة لحالها، إلا بعدين الحين بعد وهكذا انضموا الناس وتعارفوا، ولا كان محمد عبد يعني بنعتبرها نحن منطقة خاصة، وحضرموت منطقة خاصة، وصنعاء وما حواليها منطقة يعني كل أحد له ألحانه يعني الخاصة به ولهجته تختلف بين ربوع اليمن يعني. فهم يعني يقولوا مع أنهم موجود عند العدني الهندية في عدن ومتأثرين من علي أبو بكر باشراحيل كان فنان يعني كان يغني أغاني برضه باحوا ما مخرمة برضه. هذول فنانين كلهم كانوا يتغنوا بالألحان الصنعانية وباللحية ويدخلوا بعضها الهندية، وهذا كله بعضهم هذا العواد ينسبوه إلى ألحان تركية، أنه كانوا الأتراك عندنا وفي متأثر ألحان تركية برضه لا تزال عندنا زي يقولوا لها عوادي، شعر بالفصيح يعني. مثلا عيني لغير لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطروا، هذا
يقال انه من الألحان التركية. نعم. ترى هذا التنوع الكبير من منطقة إلى أخرى، لماذا تميزت الحضرمية ولماذا انتشرت أكثر من سواها مثل من اليمن؟ والله هذا راجع إلى انتقال بعض الشباب، الله يعني يمد في أعمارهم ويجعلهم ذخر للوطن. مثلا أقول لك أبو بكر سالم، الفنان أبو بكر سالم بالفقيه له دور يعني وال انتشار الأغنية الحضرمية اليمنية يعني. وبرضه عبد الرب إدريس، الدكتور عبد الرب إدريس نشرها، يعمل هو ألحان خاصة به، كان يغني من التراث المعمول به، سواء تراث قديم أو تراث الأغاني اللي يعملها أنا أو يعملها غيري من الملحنين اللي موجودين فيه. حتى في بعض تراث كانوا يغنوا يعني الألعاب الشعبية، مثل هذا كان محمد جمعة كان يغنيها، لكنها على مستوى ما نشرها يعني في الخارج، لأنه ما يخرج كتاب جميل يعني، يروح غالبا إلى جدة أيام الحي التي وينشر بعض، لكن انتشارها بالأكثر شيء بواسطة أبو بكر وعبد الرب، هم سبب انتشارها. وأيضا نسيت اسمه اللي عنده شركة الجزيرة الأشرفة، صاحب شركة الجزيرة. شركة الجزيرة زمان السويني. إيه؟ وأيضا من أبناء حضرموت. هذا صاحب الجزيرة، هذا أول من سجلنا له أنا وهو بيروت 10 الأغاني القديمة، هو صاحب السويني. حضرموت هم اللي فعلا. أيوة هم فعلا، هم كانوا في بداية الأمور يعني أخذوا بيد أبو بكر وبيد عبد الرب. إيش حكايتك مع هالغزل؟ والله إحنا في الحقيقة الإنتاج يكون متطور بحكم في البادية. نعم. عارفين في باديتنا السارحة تسبق القانون. أنت بنت المدينة، فكانوا عندنا البادية ناس سليم بال يعني، ما عندهم يعني تزمت كثير ولا شيء. فمنطقة عندنا كانت الشحر هذا يعني مرتع، الناس يجوا كلهم بيجي أطراف الشحر ياخذوا يسوقوا من المدينة، يقيموا أفراحهم في العالية هذا. وفي الوجه نراه هو الوجه البدوي، قليل ما تشوفه إلا إذا كان حد من الأقرباء أو لكن هذه مهما كانت بعدت عنها فتشوفها في المحافل العامة، حفلات ليليا يعني، لأنه يدخلهم ونساءهم وهاتي في الوقت السابق، مو الآن تطورت الأمور. ما كان أي وقت تخرج برا تجد هذا المداير والشروحات والهذا، فتشوف الأوجاه الحلوة هذا والجميلة وتعمل شيء عنها هذا بهذه الطريقة. أما قضية الحضريات هذا لا يعني جبات في الوقت، وبالعكس نحن الآن تحجبوا البدو قلبت الآية. لكن تبقى بنت البادية هي اللي جرت منك الشعر. هو بنت البادية في القضايا العزيزة ما تدني إنسان قروي يمد المستوى. جميلة هذه. فتتذكر أول قصيدة ألهم إحدى المنضمات إلى قوافل البادية؟ الأغاني غناها أبو بكر بالفقيه، كانت تغنى على رجل هذا. لكن قبل أول شيء. أيوة أول شيء يا بالسلامة، زر صحابي يبلغهم سلامي، كلهم عاد في الوصل حيله، ليش لا أوعد وخلف المواعيد، قدهم ما هني طر في منامه، طول ليلي تزعل في منامي، ادرينا الجميلة اللي مضت في سفوح الخرد الغيب، حط بحر الهوى 70 بعد ما طاب في العشقة مقامي، شفت أهوال جم ما هي قليلة، تشير بالموالي. هذا تشير بالموالي. فهذا كانت تغنى في الألعاب الشعبية، هذا اللي أصدقه. وبعدين أخذتها أنا وأعطيتها أبو بكر وغناها. يعني هي متى غيرت فيها شوي؟ لا لحني برضه هو لحن. أعطيه بعض اللحن وأعطيه هذول الناس يغنوها، ولكن بعدين أخذته وجربته على الآلات الموسيقية، فطلع يعني استربت الأغاني. رمش عين وبريد المحبة بين قلبي وقلبه، باقي النمونة عنب في غصوني،
استمرت بعدين الأغاني بعد التجربة الأولى، وأصبحنا يعني أمور عادية. إحنا عندنا كثير، أنا ما عاد يعني أعزف على أي آلة من الآلات، ولكن إيقاع ولا حاجة يعني تقدر، ولا حتى على الصفقة هذا يطلع اللحن. مغمورين كانوا، إلى الآن مغمورين. في عندنا الألعاب الشعبية، كل الألعاب الشعبية له ألحان مميز. تسويهم الألحان ناس عاديين لا يعزفوا على كمان عود ولا على أي شيء ثاني، حاجة على شيءتهم. اللهم انهم مغمورين. ولا كل الالعاب الشعبيه كلها كانت، والان طوعوها الناس كثير، طوعوها على الالات هذا قبل الالكترونيات، حتى العود والكمان والهذا كانت ماشيه على الطبل والمراويس والطيران وهكذا. حسب معلوماتي يا استاذ حسين، اول من غنى لك هو سعيد عبد المعين، ثم محمد جمعه خان، ثم ابو بكر سالم بالفقيه كميات. أنا أسوي الأغنية اليوم وأعطيها سعيد عبد المعين، بكرة نسمعها في المكلة من محمد جمعة، بعد بكرة نسدوي الزبير ولا من أي واحد من سيرون. لكن أنت اخترت حسب معلوماتي أقرب إلي سعيد عبد المعين. نعم، هذا الخطوة الأولى. محفوظ بن بريك، يعني عندنا اللي في نعم. هذا اللي عندي في الشحر يعني. لكن في نفس اليوم يعني تنقل ما يتميز بها واحد، لأنه إيش ما هناك كان عندنا ما في شركات. انتشار شفهي والسماعي. الزواجات، احتفالات الزواج، المناسبات الرسمية، الجلسات الأخوانية هكذا يجلسون معهم البعض، ما في كان. الآن ما في عندنا شركات توزيع الأغاني بدون ما تشجيع للفنانين. نعم. يعني بالرغم أبو بكر سالم هو السفير الحقيقي. أبو بكر سالم السفير للأغنية الحضرمية، وطبعا والمتعامل أيضا معك، يعني أكثر من 110 أو 120 أغنية. هذا في السنين قبل سنة 6 سنوات. نعم، كان متعامل معي ومتعامل معه، وكل واحد يفيد